السلام عليكم، انا ساجدة. والفيديو ده هتكلم عن نصايح للجامعة كنت اتمنى حد يقولها لي في فترة الجامعة. الست نصايح دول هيغيروا تفكيركم وهتكونوا حاطين حدود ما بينكم وما بين اللي هو الجامعة. انتوا عارفين بتتعاملوا ازاي مع الجامعة. اذا كنت دخلت الكلية اللي نفسك فيها او ما دخلتش الكلية اللي انت نفسك فيها وربنا اداك احسن من كمان من توقعاتك، يبقى ارضي بالكلية. واكيد قبل ما بتدخل الكلية بتسأل عن الجامعة وبتشوف فيديوهات كتير عن الجامعة، فهتلاقي ناس نوعين. قبل ما تدخل الجامعة ناس بتحببك في الكلية وناس بتكرهك في الكلية. فانا عن نفسي، انا اول ما دخلت الكلية ناس قعدوا يشكروا لي في الكلية ويقولوا لي كل مميزاتها، واكيد مع المميزات بيقولوا العيوب بتاعتها بس بطريقة الطف. لكن في ناس بقى تانية اللي هو عندك زمايل مثلا في الكلية بيكرهوك بقى في الجامعة. هم اصلا يعني داخلين الكلية بلا هدف وعاوزين بس اللي هو يكرهوا اللي هو السنين الجاية في الكلية اللي هم داخلين. فانت بتقعد تشتت. فانت بقى المفروض تعمل ايه؟ المفروض ان انت تسمع للجانب الكويس والجانب الوحش، ان انت تبقى عامل حدود ان الجانب اللي هو الوحش ما يسيطرش على مخك ويكرهك في الكلية وما تكونش حابب ان انت تذاكر. فانت اللي بتختار اذا كنت تسمع للجانب الكويس او الجانب الوحش. هي قايمة كلها على اختيارنا احنا اللي بنختار ان احنا نسمع للجانب الكويس، نبقى ان احنا ده بيبقى حافز لينا ان احنا نكمل ونسعى في الحاجة دي. عندي قاعدة، طالما ان انا اتحطيت في مكان اكيد داخل ليا، حتى لو انا مش مدركة الحاجة دي دلوقتي، بس اكيد بعدين لو انا عفرت وسعيت اكيد هطلع حاجة منها كويسة، لان اكيد ربنا ما بيديناش حاجة وحشة. انت طالما اتحطيت في مكان حتى لو المكان ده مش عاجبك او مش مقدر قيمته دلوقتي، انت اسعى وعافر وحاول ان انت تتميز فيه على قد ما تقدر. حط هدف وانت داخل الجامعة ان انت عاوز من الجامعة ان انت تكتسب علم وتنتفع بيه. انت حاطط هدف واضح قدامك ان انت داخل الجامعة ليه، لغرض معين. بجانب الدراسة، لو انت مش عاوز ان انت تملى حياتك كلها فترة الجامعة كلها دراسة، ممكن بجانب الدراسة انشطة، ممكن مؤتمرات. ولكن ما تختارش الطريق التالت ان انت ما تذاكرش وبلا هدف وان انت رايح الجامعة تستمتع وبلا هدف ولا اي حاجه. انت هتخرج من الفتره دي مش مكتسب اي حاجه. فانت خلي هدفك واضح قدامك وانت نازل الجامعه ان انت رايح الجامعه لغرض معين، وان انت تكتسب علم وتنتفع بيه. هنا افتكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. استغل الجامعه صح. ان انت فتره الجامعه انت فتره بتقعد فيها مش قليله، من 4 سنين ل5 سنين، الا بعض الكليات بتختلف من سنين دراستها. فانت فترة الجامعة فترة مش قليلة خالص، غير فترة الثانوية. فترة الثانوية انت كنت بتذاكر بس ما بتقدرش تعمل اي مهارة لان الوقت بيبقى كله مذاكرة، وقت بيبقى ضيق. اما دلوقتي فترة الجامعة انت تقريبا بتذاكر 3 ل 4 ساعات في اليوم، ما كانش اقل يعني، والوقت الباقي بيبقى فاضي. فما تسيبوش ان انت تعمل سكرولينج على السوشيال ميديا. استغل الوقت كويس جدا ان انت تتعلم مهارة، تقرأ كتب، تسمع بودكاست مفيد جدا هيفيد وقتك، زي دروس اونلاين، السيرة النبوية. ممكن برضو تتعلم مهارة تدخلك منها دخل فانت تكون استفدت. فالفترة دي كويسة جدا ان انت تبني شخصية. النقطة الرابعة الصحاب. النقطة دي مهمة جدا ان انت تبقى عارف وانت داخل الجامعة ازاي تحط حدود ما بينك وما بين زمايلك في الكلية. فانت تعرف على كل زمايلك في الكلية، وانتي برضو تعرف على كل زمايلك في الكلية، بس ابني معاهم علاقة سطحية. مش تيجي اول ما تقابل حد تقوله على كل الاسرار اللي عندك. بعرف اسماء كل اللي عندك في الكلية، لكن كل ده علاقة سطحية، يعني انت بس عارف الاسم وبس. لكن لما تيجي تختار صاحب، اختار اللي شبهك ونفس طموحك، يعني تقريبا نفس الهدف اللي انتوا داخلين للجامعة. مش انت مثلا عاوز مثلا تجيب تقدير وواحد تاني تصاحب واحد ملهوش اي هدف ومش عاوز يجيب تقدير، فازاي اصلا هيشجعك على ان انت تكمل في الكلية؟ لان الصحاب هما اللي بيحفزوا بعض على العمل النافع او العمل الضار. فانت اختار ان انت تقريبا نفس هدفك ونفس طموحك. والاهم اختار الصاحب الصالح اللي يذكرك بمواعيد الصلاة، واللي انتوا ما بين المحاضرات طالما الاذان اذن تاخدوا بايدين بعض وتروحوا على الجامعة وتصلوا. ممكن الصاحب ده تقعد فترة كبيرة عقبال لما تلاقيه، بس اكيد هتلاقي، اكيد من كل الدفعة كلها اكيد 3 أو 4 اصحاب اكيد هتلاقيه. مش عاوزة بقى يكون في دماغك ان انت رايح الجامعة ان انت عاوز تكون شلة وتقعد مع اي شلة وخلاص، حتى لو هما مش شبهك. واكيد الصحاب اللي شبه بعض اكيد هيلاقوا بعض في الاخر، واكيد هيتجمعوا تكونوا شله. حتى لو انت خرجت من الجامعه ب2 أو 3 احسن بكتير من ان انت تكون قاعد في شله وانت اصلا مش شبههم. بس بقعد افكر بنفسي كتير
ان انا ما استناش ان انا الاقي الصاحب الصالح والصاحب اللي يحفزني ان انا اعمل مثلا ان انا اكمل في الكليه ويكون هدف معين. فانت ما تستناش ان انت تلاقي الصاحب الصالح او الصاحب اللي يشجعك او يحفزك على اي حاجه في الدراسه. لا، انت خليك انت الصاحب اللي بيشجع وبيحفز صحابه وبيساعد صحابه على اي حاجه هم محتاجينها في الكليه والجامعه. نيجي النقطه، الاختلاط مهلك. ما تختلطش بالجنس التاني الا بس بالضروره. لو انت تقدر تسال صاحبك فيها ماشي اسال، لكن ما تروحش تسال بنت وانت تقدر تسال فيها صاحبك. انا بتكلم هنا على الولاد والبنات، انتوا كل واحد يبقى ليه حدود مع الجنس التاني. حب الخير لغيرك، احب الناس الى الله انفعهم للناس، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. ما تبخلش على حد من زمايلك، ولا بمعلومه ولا بملخص ولا بشرح او ريكورد مثلا انت مسجله في المحاضره. اي حد محتاج اي حاجه من زمايلك ابعتها بكل نفس راضيه. حتى لو انت فاهم نقطه معينه او ملخص، ابعتها لاي حد محتاجه، طالما ربنا ميسر لك فهمها وميسر لك الوقت اللي انت تقدر تعمل فيه الملخص. خلاص، طالما حد محتاجه ابعته. ما تستناش من حد شكر ولا اي حاجه. انت بتعمل الحاجه دي لوجه الله ونيتك خالصه لوجه الله، ان انت تساعد زمايلك وتحاول ان انت تسهل عليهم طريقهم، طالما انت الدنيا عندك شبه واضحه وفاهم الدنيا لحد ما. طالما انت الدنيا منصره عندك شويه، فانت حاول تسهل الطريق على زمايلك طالما انت قادر تعمل كده. طالما الدنيا عندك ميسره، اعمل وساعد زمايلك وحفزهم على المذاكره وساعدهم في اي نقطه هم مش فاهمينها. وما تبخلش على حد بمعلومه، محدش بياخد رزق حد. اكيد ربنا هيسخر لك حد يعمل لك الحاجه اللي انت عاوزها، وكمان ان انت بتعمله ربنا هيجزيك عليه اضعاف اضعاف من انت متخيل. سادس نقطه، ذاكر اول باول. لو انت داخل الجامعه وحاطط هدف ان انت تجيب تقدير عالي، يبقى لازم تذاكر اول باول. بلاش مذاكره اللي هو قبل الامتحان بيومين او باسبوع، دي مش هتستفاد اي حاجه من الكليه، وهتدخل الامتحان بالمصمجه اللي انت دخلتها وتخرج ناسي كل حاجه. فانت ذاكر اول باول من اول الجامعه كده. طالما انت جيت خد اقرا حتى المحاضره، لخصها بورقه بسيطه بس ايه هي النقط او البوينت المهمه بس اللي هي في المحاضره، ان انت تراجع عليها من فتره لفتره. لو انت في كليه طبيه يبقى تحتاج من جانب النظري، هيبقى فيه نظري العملي والعملي. العملي محتاج مجهود كبير قوي، بيبقى فيه بقى اجراءات وبروسيجرز انت محتاج ان انت تتعلمها وتدرب عليها نفسك. فكل ده محتاج مذاكره. هعمل فيديو منفصل ان شاء الله عن ازاي جبت تقدير امتياز في سنه اولى. وانت لو هدفك ان انت تجيب تقدير عالي امتياز، يبقى استنى الفيديو واعمل اشتراك، عشان ان شاء الله في فيديوهات كويسه جايه. دول كانوا 6 نصايح اللي علموني من الجامعه وفهموني نظام الجامعه شويه والمفروض ان انا اعمل ايه في الجامعه. في اخر حاجه، الصاحب ساحب، فاختار بعنايه الصحاب اللي انت هتمشي معاهم. الجامعه مش مكان المذاكره بس، تقدر تدخل في انشطه، في مؤتمرات تستفيد، كل ده بتستفيد منه. وتقدر تدخل تدريبات في الاجازه ممكن تبقى عاملاها الجامعه او مثلا من بره الجامعه، دي هتفيدك جدا في السي في. طبعا ذكريات مع اصحابك، لان الجامعه فتره جميله جدا لو انت استفدتها من كل النواحي. لو انت بتتفرجوا وحابين ان انت تقدموا نصيحه للدفعات الجديده، تقدروا تكتبوا في الكومنت عشان كلنا نستفاد. دمتم بخير.